بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نطل عليكم من قناة القرآن الكريم الخامسة ومن حلقة جديدة ومع حلقة جديدة ومتجددة من برنامج والصلح خير، وعلى مدار ساعة و10 دقائق من أجل إصلاح ذات البين مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري الرجل المصلح. في هذه الحلقة كما جرت العادة نرحب بكم ونرحب بأوفياء برنامج والصلح خير، كل من يتواصل معنا، من يتصل بنا من أجل حل قضية أو نزاع أو خلاف، وأيضا بكل من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. ولكم مني دائما تحية طيبة من الفريق التقني الساهر معنا هذا المساء وهو جاهز لبث برنامج والصلح خير. والصلح خير هذا البرنامج الذي يصلح ذات بينكم، يعرض عليكم القضايا وأنتم أيضا تعرضون قضاياكم من خلال الأبواب المفتوحة التي نفتحها للنقاش. وستشاهدون في أسفل الشاشة الأرقام الهاتفية للتواصل معنا. أول ما نستفتح به هذه السهرة المباركة هو الترحيب بالدكتور السعيد بويزري الرجل المصلح. مرحبا بك دكتور. مرحبا أختي نجاة. مرحبا. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. وكيف هي القضايا؟ دائما أراك تقرأ ثم تقرأ. القضايا لا تنتهي، نسأل الله التوفيق والتيسير إن شاء الله. دكتور، إذن دكتور حلقة اليوم هي إنهاء النزاع في الديون. قبل ذلك دكتور، ورد في الحكمة: يا رب إذا أسأت إلى الناس أعطيني شجاعة الاعتذار، وإذا أساء الناس إلي أعطيني شجاعة العفو والغفران. هي معادلة في ميزان صحيح، ولكن كثيرا ما نشاهد وندرك أن إصلاح ذات البين بين الناس هو أمر صعب، خاصة بين الظالم والمظلوم. لا يوجد يعني إنسان في هذا الفضاء الإعلامي أن يصلح ذات البين ويعطينا المقدمة التي نستفتح بها هذا البرنامج إلا أنت أيها الرجل المصلح. أطال الله في عمرك وفي عمر المصلحين في العالم الإسلامي. تفضل دكتور سعيد بويزري. لك الفضل أختي نجاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. بسم الله أسلم نوان ذي نوان والصلح خير. الشجاعة، وردت الشجاعة في هذه الحكمة مرتين. نعم. قبل أن أتحدث عن بيان أهم مفاصل هذه الحكمة المهمة جدا في حياة الناس، لابد من الإشارة ابتداء إلى أن الإنسان جبل على حب العدالة مظلوما، ولكن على بغضها ظالما، إلا إذا التزم بالضابط الشرعي. نعم. بمعنى الإنسان إذا وقع عليه الظلم يشعر بمرارة الظلم، يبحث عمن ينصفه، يتعلق بمبادئ العدالة، يتعلق بقيم الإنصاف، يبحث عن ذلك القاضي العادل الذي ينصفه، الذي يرد إليه مظلمته. فإذا تحقق له ذلك شعر بسكينة وسعادة لا توصف. ولكن هذا الإنسان نفسه، نعم، إذا كان هو الظالم، إذا كان هو المعتدي، قد يعمل جهده من أجل تضليل العدالة، من أجل عرقلة مساعي العدالة أو مساعي الصلح والتحكيم أو الوساطة. فهذا هو الإنسان غريب الأطوار، يحب العدالة مظلوما ويبغضها ظالما. من جهة أخرى قدر الله عز وجل أن يكون الإنسان خطاء، لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إذن بعدما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان معرض للخطأ،
لأنه جل ما لا يخطئ جل جلاله. طبيعة الحال دكتور. فالإنسان إذن معرض للخطأ، قد يخطئ، يظلم ويظلم وإلى آخره، وما دام في دار الدنيا. ولكن ثبتت الخيرية للتائبين، والقياس على هذا الحديث صحيح. ثبتت الخيرية لمن تكون له الشجاعة في طلب السماحة إذا أخطأ في حق الناس، يكون في غاية القوة وفي غاية الشجاعة، بل هذه هي البطولة بعينها. البطل هو الذي يعترف بخطئه، وهو يعلم علم اليقين أن الله عز وجل يجازيه خيرا، لأنه كانت له الشجاعة وكانت له المروءة وكانت له البطولة من أن يطلب السماحة من ذلك المظلوم، من الشخص المعتدى عليه. طيب، وفي الوقت نفسه يؤكد الله عز وجل لنا أنه هو يغفر الذنوب جميعا. إذن لماذا نغفر ذنوب الناس نحن أيضا؟ يعني في حادثة الإفك نزلت الآية، يعني من ضمن ما نزل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني شكون اللي ما يحبش ربي يغفر له؟ وربنا وعد في آية القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوف هذه الإشارة اللطيفة، وهي أرجى آية في القرآن تزرع هذا الأمل وهذا الرجاء في قلوب المسرفين في الذنوب والآثام. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونحن معاشر البشر إذا أخطأ أحدنا في حق الآخر أو في حق الآخرين، فلماذا لا يبادر كما قلت بارك الله فيك؟ هذه حكمة بالغة جدا. لماذا تكون له الشجاعة ليسارع إلى ذلك الشخص قبل وفاته؟ ممكن الإنسان أختي نجاة ممكن يروح يطلب السماح، ما ذاك الشخص راح مات، لا يجده. إذن فليسارع فليبادر. فإذا كانت له نية المبادرة والمسارعة ثم قدر الله أن ذلك الإنسان المظلوم مات قبل بلوغ الظالم إليه، فإن الله ينظر إلى نيته، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قرأنا تاريخ الصالحين وتاريخ العارفين المشرق نجد مثلا عمر بن الخطاب الذي يقول مباشرة: أخطأ عمر وصدقت المرأة، وكل الناس يعني أعلم من عمر. ويعني هذه ومن رأى في اعوجاجا فليقوم بحد سيفه، فينطق أحدهم: لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بحد سيوفنا. فقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر بحد سيفه. هذه الدرر، هذه البطولات وهذه المروءات وهذه الشجاعة نجدها في حياة الصحابة، في حياة العارفين، في حياة الصالحين. لذلك لابد أن نعيش بهذه الحكمة من أجل أن تتزين وأن تتجمل حياتنا، من أجل أن تزول الأحقاد من قلوبنا، من أجل أن نزرع المحبة في قلوب الناس. لأن الذي أخطأ وكانت له الشجاعة في طلب السماح، ألا نحب هذا الإنسان؟ نحبه. في قاعدة أخرى تتم لهذه القاعدة: كلما كانت المحبة مستقرة في قلوب الناس كلما تقلصت دائرة الأوجاع والآلام. كلما اتسعت دائرة الكراهية في قلوب الناس كلما اتسعت دائرة الأوجاع والآلام والآثام. نسأل الله العافية. بارك الله فيك. نشكرك فضيلة الدكتور سعيد بويزري. هكذا هو فضيلة الدكتور دائما يسعى إلى إصلاح ذات البين من خلال برنامج والصلح خير، ويحبب فينا كل الصلح والتسامح حتى تستقر أنفسنا كما كان يقول قبل قليل. حلقة اليوم هي إنهاء النزاع في الديون. قبل ذلك فاصل ثم نعود للبرنامج. لكل من يريد التواصل مع برنامج والصلح خير نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية: عبر البريد الإلكتروني صلح@ontv.dz، أو عبر موقع الدكتور السعيد بويزري www.buizri.net. كما يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 021 37 42 87 021 37 45 64.
إذا نحاول إصلاح ذات البين من خلال حلقة جديدة ومتجددة من برنامج والصلح خير. عنوان الحلقة إنهاء النزاع في الديون. قبل ذلك نقترح عليكم اليوم في هذه السهرة ونحن نناقش موضوع إنهاء النزاع في الديون أن نقرأ ونتمعن في بعض القضايا وفي بعض المراسلات التي يطرحها المشاهد الكريم والمتصل لفضيلة الدكتور سعيد بوزري، وفي نفس الوقت نأخذ اتصال للاستماع إلى خلافاتكم ونزاعاتكم وقضاياكم. ولا بأس أن أذكر بالأرقام الهاتفية للتواصل معنا 021 37 42 87 021 37 45 64 تشاهدونها في أسفل الشاشة. نبدأ إذن على بركة الله دكتور في النظر في المراسلات. مراسلة السيد مصطفى من قسنطينة يقول: مرض والدي مرض الموت وقد كان دائنا لأبناء عمي بمبلغ مالي معتبر، وقد تنازل عنه بحضورنا ومات على إثر ذلك، فما حكم هذا الإبراء؟ مصطفى من قسنطينة، نتمنى أن يكون في مشاهدة البرنامج ومتابعة هذه الحلقة حتى يتمعن في فك هذا الخلاف وهذه القضية مع فضيلة الدكتور سعيد بوزري. تفضل دكتور. نعم. لك الفضل أختي نجاة. لابد من مقدمة أذكرها قبل الإجابة عن هذه القضية. نعم. ذكرت أن عنوان حلقة اليوم إنهاء النزاع في الديون. نعم. نعطي إشارات خفيفة في موضوع الديون، وإن شاء الله ربما تكون لنا فرص أخرى للعودة إلى هذا الموضوع. نعم. لمعالجته من ناحية الشرعية ومن ناحية القانونية. نعم. أولا نخلي بعض الإشارات بيناتنا. يعني الناس كل إنسان يحتاج إلى غيره، أليس كذلك؟ رب سبحانه قدر الله، وهذه من حكم الله عز وجل، ألا تجتمع جميع المواهب في الإنسان الواحد. الكمال لله وحده، هكذا نقول. طيب. نعم. نجد كل إنسان في حاجة إلى غيره من الناس. حتى ممكن يكون إنسان غني جدا، ولكن ممكن يجد نفسه في بلد معين كعابر سبيل نعم. وهو لا يجد مالا ينفقه على نفسه أو على من معه. طيب، هذا يأخذ حكم ابن السبيل. نعم. وابن السبيل من مصارف الزكاة. يعني رب سبحانه حينما قال في القرآن الكريم في سورة التوبة في الآية رقم 60 قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى وصل وابن السبيل. ابن السبيل قد يكون غنيا في بلده، وجد نفسه في بلد آخر وفي حاجة وكان في عسرة في عسر في ضيق الحال من المستحقين للزكاة. شوف عظمة الشريعة الله عز وجل. يعني الكمال لله سبحانه وتعالى. نعم. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، كما قال الشاعر. طيب سيدي، إذن الديون بين الناس مقبولة. مما أذكره في الباب الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله في كتابه في قلب المعركة في الصفحة رقم 99 في السطر الثاني كان يحكي على روحه. يقول لك: كنت أقضي الدين بالدين. هكذا يعني يقترض مبلغ لمدة معينة، إذا كان ما قدرش يعني يسدد يروح في ذلك الوقت المحدد يروح يقترض من شخص آخر ويسدد. هو من جهة هي في بديونه يلتزم بمواعيده، ولكن كان يقضي الدين بالدين. حتى يقول له هكذا لطيفة من لطائفه، يقول لك: وما دخل القانون ما لم تكن هناك شكوى. نعم. يعني قال لك مادام هذاك ما شتكاش عليه يعني نعم. ما عنديش مشاكل مع القضاء. ربما ذكرت هذه الآن خاطرة يعني خطرت ببالي باش نقول هذا الأمر الديون عادي بين الناس. نعم. بالمناسبة من الناحية الشرعية القرض في حق المقرض مندوب، وفي حق المقترض مباح. الذي يقرض يسمى الدائن. نعم. ونكنا يرضلن ذوين أدير الظلم وين يرضلن اسم المقرض غير اسم الدائن. نعم. القرض في حقه مندوب، يعني مستحب. مع إذا جاء إنسان يطلب دين عونه،
وأكثر من ذلك ربي سبحانه قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. سأصل إلى هذا بعد حين. معلش هذه مقدمة علمية خفيفة مهمة جدا وهي معادلة أيضا. نعم وهي معادلة. نعم. طيب ولكن في حق المقترض اللي يروح يطلب القرض مباح، يعني يجوز له إذا كان في عسرة يروح لخوته يروح للناس ويقترض عادي. هذا من الناحية الشرعية باختصار. الأدلة ربي قال وافعلوا الخير في القرآن الكريم في سورة الحج كما في الآية 77، وقال ربي في أوائل سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من البر. من البر، والبر كلمة جامعة لكل خير. يجي الإنسان يقترض، كان في أزمة مالية خانقة وممكن هذه الأزمة المالية تؤدي إلى نزاعات، أليس كذلك؟ نعم. داخل الدار بين الزوج والزوجة، بين الوالدين والأولاد، وبين الجيران وبين الشركاء، يعني يقع خلاف. وهذا المبلغ الذي يقترضه قد يكون هو حل للأزمة. نعم. وكأن نفوت رسالة إلى رجال الصلح نقول لهم دائما ماشي الصلح يكون يعني غير بالكلام ودعوة الخير برك، لا سطحي. نعم. لازم يتحمل. وهذا الذي عرفناه في تاريخ الصالحين في تاريخ المصلحين، أنه يصرف من جيبه، ينفق من عرقه، من علمه، من وقته، ومن ماله أيضا. طيب نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا. والدين ماشي كربة. نعم. يقول لك الدين هم بالليل وذل بالنهار. الإنسان المدين يعني أثقله الدين. بالليل هم يتقلب، كل ما يتفكر الديون يروح له نعس. وكذلك ذل بالنهار، ربما يشوف هذوك الناس يسلفوا ويفر يتهرب ولا يجوه للمنزل ولا الموقع العمل ولا. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الفضائح أيضا سبحان الله كاين اللي يحكي يقول لك سلفت له دراهم وما رجعهمليش كلا لي حقي لذلك راكي معايا من هذا الموضوع. له فرصة أخرى إن شاء الله الحلقة المقبلة بحول الله إن شاء الله. يوم نفوتوا له بركة كذا حاجات خفيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا حديث. في رواية أخرى من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. سبحان الله. شوف هذا الفوز العظيم. الناس كلها تتمنى يوم القيامة ما يكونش عندها مشاكل ولا كروبات. إذن كما الإنسان ينفس عن خوه ضرك في الدنيا، خوه أخته يعاونه يرفد عليه نحو الأزمة، النتيجة يوم القيامة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم يكمل الحديث يقول والله في عون العبد، في رواية ما دام العبد في عون أخيه، في رواية أخرى ما كان العبد في عون أخيه. والحديث الصحيح أخرجه الإمام البخاري ومسلم. إذن يعني كل هذه أدلة من القرآن والسنة باش نفهموا أن هذا الدين يعني فعلا صاحبه مأجور جدا. نعم. ولكن الظاهرة نعم تفضل. قبل ذلك دكتور ربما هناك سؤال نطرحه بالنسبة لهذه القضية. الكثير من الناس عندما يتوفى شخص امرأة أو رجل يقول لك وقف الإمام في المقبرة قبل دفن السيد هذاك اللي توفى، يقول لك يا ناس ولا تسالوا له الدراهم ولا ما تسالولوش. كاين اللي يسامحوا يقول لك، وكاين اللي بعد الوفاة يروح عند الزوجة تاعو لا يقول له المرحوم راني نسالو مبلغ كذا وكذا. يعني كيف يفسر هذه الحالات دكتور سعيد بوزري؟ هكا الناس باش يتعلموا تاني كيفاش يتعاملوا مع الديون. بارك الله في سؤال مهم جدا. ذكرتيني بهذا السؤال بثلاث أمور. نعم. الأمر الأول ذكرتيني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. باش نعرفوا باللي حاجة ماشي بسيطة. سبحان الله. يعني وين يتسعن طلبة يتسوالاس ذا غفل ذو بور ساعكم فعروريس نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ذكرتيني بهذا. ذكرتيني بحاجة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كي يقولوا له فلان عنده ديون يقول صلوا على أخيكم، ما يصليش عليه. سبحان الله. نعم. يعني
كل واحد يفترض يقول لك أنا عايش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل مدين وأحرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه معاني سنذكرها في اللقاءات القادمة، في اللقاء القادم إن شاء الله. المعنى الثالث فكرتيني أجدادنا ونحضروا الجنائز ونحن صغار كيدفنوهم مباشرة قبل ما يرفعوا الأيدي للدعاء وكذا، ينطق واحد من العائلة يقول هذا ليس له نحن هنا. شوفي الضمان هذه فلاحي، هذه بمنهج فلاحي. يقول نحن هنا، يعني شوف كيف ترجموا هذه الأحاديث، هذه النصوص الشرعية إلى عمل. نعم. يعني كأنها طمأنة للدائنين. نعم. يقول معنا ما تخافوش رانا هنا. مهمة جدا هذه. مهمة جدا. نعم. نهار يكون عندها الكلمة عندها وزن وثقل. نعم ثقل. قرن استقبالي ثميلة أوال يسعى غزال ذلهنة تسلويث. نعم. وصلوا يعني الحقوق تضعنا لها. ولكن الإشكال أنه ممكن الآن الإنسان بعد ما يسمع بوفاته مباشرة يأتي للبيت ويطالب بمصادرة ربما سيارته. نعم. سيارة كذا ويحدث هذا دكتور. نعم. ويحصل هذا كثيرا. نعم. ربما في تفاصيل مهمة سنذكرها في حلقة خاصة، ربما في مكالمة يعني شوقنا هذا الموضوع دكتور، ولكن نحن نعود دائما إلى المشاهد الكريم، والدكتور دائما يطلب مني هذا، هو العودة إلى الاتصالات. تتصل بنا السيدة وردية من ولاية زوزو. السلام عليكم وردية. مساء الخير. مساء الخير وردية، واش راكي؟ صافا الحمد لله. سمعتك نيميرو الشيخني. تفضلي، او قدامك الشيخ بويزيد تكلمي. التليفون الثالث مثلا نغاولت ما التليفون الثاني ديال سفيان ظل به كان تيديفك ان شاء الله. يعطيك الصحة. الله يسلمك، بسلامة في امان الله. ما عندهاش مساءلة يعني لا يعني الافضل نعم. تنبيه دائما الاخت نجاة تنبه اللي يطلبوا الهاتف نعم. مباشرة يبقوا على مستوى نعم دكتور. إذا دكتور ربما نعود إلى مصطفى من قسنطينة. مرض والدي مرض الموت. نعم. طيب وبعدين شكرا سفيان. مرض الموت نعم. هو المرض اللي منه راح مباشرة إلى الآخرة. نعم. يعني هو السبب المباشر لوفاته. ولكن هذا الوالد رحمه الله كان إسال مبلغ مالي معتبر كما ورد في القضية لأبناء العم، وتنازل عن هذا المبلغ في مرض موته، على إثر ذلك مات. السؤال المطروح هنا، إبراء المريض مرض الموت ما حكمه من ناحية الشرع باش يخرجوا من هذا النزاع؟ نقول أولا أبناء العم ليسوا ورثة حسب القضية، ما همش ورثة. نعم. ما همش ورثة. ليسوا ورثة. ليسوا ورثة، ما دام عنده ورثة يعني ورثة آخرون شرعيون، فبالتالي هذول ما همش ورثة. ما همش ورثة. نعم. فهذا التصرف الذي قام به والد مصطفى في مرض موته يعتبر في حكم الوصية، لأنه أصلا الإبراء هذا هو تبرع. كي واحد يسأل المال لواحد آخر، يسأل له أموال وبعدين يقول له سمحت لك. نعم. يعني هذا تبرع. نعم. يعني بلا عوض بلا مقابل. يعني هبة، تنازل، هبة عن ديزيستمون، قالوا تنازل حقي دراهم نسأل لك الآن ذمتك بريئة. نعم. طيب ولكن هذا التصرف كونه حصل في مرض الموت يعتبر في حكم الوصية. في حكم الوصية. نعم. إذا صنفناه الآن. مفهوم. نعم. وما دام صنفناه وصية ماشي هبة، لخاطر تم ذلك في مرض الموت. إذن ما هي أحكام الوصية؟ الذي يهمنا في هذه المسألة نقول ما يتعلق بهذا الدين. ثلث المبلغ خلاص أبناء العم هم براء منه. نعم. إذا كان مثلا 600 مليون 200 مليون خلاص يعني ذمتهم بريئة من 200 مليون، ماشي من كامل المبلغ. لماذا؟ لأن الوصية من أحكامها الثلث، لا تتجاوز الثلث. والحديث نعم. ذكرناه مرارا، الثلث والثلث كثير. نعم. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمالكم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم. ثلث. طيب مادام الثلث، إذن نقول للأخ مصطفى قول الأبناء العم مقدار الثلث خلاص أنتم براء، ذمتكم بريئة من ثلث الدين.
ولكن الباقي لا. باش تخرجوا من النزاع وتبقى القلوب صافية نعم. صافية نعم. الزائد عن الثلث يؤول إلى الورثة الشرعيين. نعم. هكا. طيب، وبعدين الورثة الشرعيون يديروا اجتماع وحدهم بعيدا عن أبناء العم. نعم. الزائد عن الثلث هم يقررون مصيره إذا أجازوه. يقولوا والله غير احتراما لوصية والدينا رغم أنها كانت في مرض الموت. وعلى بالك احنا الناس يعني يقدروا بزاف هذيك الكلام الأخير. نعم. الوصايا يعني نعم. أحيانا حتى الوصايا الباطلة ويطبقوها يعني يطبقوها. نعم دكتور. عندها هذيك القيمة المعنوية. ولكن الشرع يقول لا كل حاجة يفوت في الغربال. الوصية المشروعة تفوت والوصية غير المشروعة الباطلة باطلة. نعم. الورثة هنا عندهم احتمالان، يا إما يجيزون الزائد، يعني هذاك الزائد عن الثلث يجيزونه يكونفيرميوه يقبلوه. نعم. خلاص تنفذ. يروحوا الأولاد العم يقولون مبروك عليكم خلاص احنا أيضا أجزنا. وإذا كان لم يجيزوا من حقهم، لأن الشريعة تضمن الثلثين للورثة الشرعيين. شوف الحكمة. نعم. ثلث تصرف فيه، ولكن لدوتير هذوك اللي بقاو الثلثان يروحوا الورثة الشرعيين. وكان فيه فقراء وفيه أولاد محتاجين هم أولى بهذا المال، أليس كذلك؟ نعم. وتتمة الحديث نتاع سعد بن أبي وقاص، النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم. إذن أسي مصطفى خويا هذا هو المخرج لهذه المشكلة. أعتقد البيان واضح. نعم. واضح. نعم دكتور، بارك الله فيك. قبل أن نمر إلى مالك من العاصمة، تتصل بنا من ولاية البويرة السيدة حسينة. السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام. مرحبا بك حسينة من البويرة. الله يسلمك. عندك قضية بالنسبة لإنهاء النزاع في الديون أم؟ عندي سؤال فيما يخص أريد أن بغيت نسقسي الشيخ بوزريس قبالي ولا شغلي. تفضلي. نعم تفضلي حسينة. السلام عليكم شيخ بوزري. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يسلمك. بغيتني الشيخ كاينين كي شغل سورة رمضان عدان ليغ ستافيس هي طريقة شهر رمضان وكل قور ومن بعد سورة كي يسترى غكا سورة كي يسترى تطري ومينا فيها تقشيش تطحنت سمع دماغ كيشتي غاس خماسة كالخضرة كيشتي غاسة كين بعد تسوغ بلوزة ما تشيخ فلوس سمعوا برغارسك كيما الغاسكن يعني الميتان ديك كيما الغاسكن. نعم. فهم ضيب. كيما الغاسكن الميتان ديك كيما وبرغار اسك ميلا اثر صوره كسعي ولا غير وين كليت شي غاكي في فلوس نغاس نفرا كمينه. واضح. فهم ضيب داكا. فهمك. زغني بس ويسين. نعم. اسمي اللي غد العمري ونحمش في غاكا واحد 17 نعدي جيتو ليسونسيال في 17 ما 19 فايتا. كنتي صغيرة 17. نعم. يا تشوزوما يا بري يا عمي شعر 34 سنة العمريس. نعم. بري 6 رمضان. اش في خدمة؟ يتشهر رمضان. هي 6 رمضان ياه. كلاه. كلاه دكتور. الو. نعم. انا نسمعوا فيك حسينه. نعم. اي 6 رمضان بري سولي كاينه دار واحد في غروب روح كنسنا روح غاسا غروب ميتشا وزرا نمشي وزرا السين غير يعني نمشي خماطوره الصمدي دا شيخ مازال سايشي عمي من غيموت ومازاليت يثوريت صوزوم اي توزم صورة كاي ويصوم مزيان الحمد لله. كايني غرا صغرو ما كايو فهمتي كبتا كاي غرا صغرو راح عليك. نعم. واضح حسينة. نعم. السليغ يد مليح. السليغ واضح ثلاث واضحة حسينة. يعطيك الصحة. يسلمك. بارك الله فيك. نشكرك على عرض هذا الانشغال. نشكركم على هذه الحصة. بارك الله فيك حسينة. شكرا. صحة.
سلمك حسنا بالتوفيق. دكتور، نمر إلى القضية الثانية. مالك من العاصمة يقول: أقرضني أبي مبلغا من المال لشراء مسكن، وقبل وفاته بأيام قليلة أبرأني من ذلك القرض، فهل يصح هذا الإبراء، علما بأن إخوتي رفضوا ذلك بعد وفاته ونحن الآن في نزاع؟ دكتور سعيد بويزري، مالك من العاصمة، تفضل. لك الفضل. طيب، إذن دائما في نفس الموضوع محور اليوم اللي هو إنهاء النزاع في الديون. في الديون، نعم. طيب، سي مالك من العاصمة، والدك رحمه الله أبرأك من الدين الذي في ذمتك، ثم انتقل إلى رحمة الله عز وجل، وقع نزاع بينك وبين إخوتك. يعني هو يقولوا لا يعني أنت ما عندك. الآن ذكرنا قبل حين قلنا أنه اللي يدير تصرف في مثل هذا الوقت يأخذ في حكم الوصية. هكذا. والقضية الأولى كان أبناء العم ليسوا ورثة. نعم. ولكن هذا الابن، هذا السائل مالك، هذا مالك هو وارث. نعم. وحنا نعرفوا أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طبعا إلا أن يجيز الورث، فلا. إذا الأصل لا وصية لوارث. نقول إذن هذا الإبراء يا سي مالك لا يصح لدى جمهور الفقهاء، وعلى رأسهم المالكية والأحناف وغيرهم. كل المذاهب. نعم. نحن إذن نقول بهذا رأي الجمهور، وهو الذي يرفع النزاع. نعم. وهو الذي يتفق مع أحكام الشريعة ومع مقاصد الدين. لأنه لماذا الوصية يعني لا تصح للوارث؟ لماذا؟ درءا للمفاسد والنزاعات. إذا كانت صورنا الوالد يخلي وصية لأحد أبنائه أو بناته، بعد وفاة هذا الوالد يأتي هذا الولد المستفيد يقدر يوقفهم كامل، يقول لهم: ما تقسموش التركة حتى تصفى. نعم. متى تصفى التركة؟ بعد تجهيز الميت، يعني بالمصاريف المشروعة، تخصم تلك النفقات المشروعة، زائد تسديد الديون. نعم. إذا كان عنده ديون من مؤسسة، من شخص طبيعي أو من شخص معنوي. نعم. من شخص طبيعي أو من شخص معنوي. ثم الديون هذه فيها أيضا نوعان من الديون. كاين ديون الله ما يتعلق مثلا بالزكوات، ما يتعلق بالنذور، وكاين ديون العباد. ثم نأتي الأمر الثالث وهو تنفيذ الوصايا. إذن نفتح فيه مكالمة. طبعا كي تكون مكالمة نعم عادي. أستطيع أن أقطع الدكتور سعيد بويزري؟ قطع في أي وقت عادي. نعم دكتور. ونعود إلى مالك من العاصمة. تتصل بنا من ولاية المدية السيدة فضيلة. السلام عليكم أختي الكريمة فضيلة. السلام عليكم. ألو. مرحبا بك فضيلة من ولاية المدية. ألو. مساء الخير. مساء الخير فضيلة. مساء مرحبا. بغي نهضر غير سعيد بوزري. قبيلية ثاني من المدية، تفضلي. الخير الشيخ. لاباس الحمد لله. مرحبا. لاباس الحمد لله. ما تعلمتيش العربية في المدية؟ نعم. ما تعلمتيش العربية في المدية؟ ما تقبيليت. مازال معليش. تفضلي يا فضيلة. بغا دينير العباية تكون دي زواجيس. أيوة. نعم. اللي تنخدم والو. veille de son mariage. ايوه. إبراي ورقازيو. لطيف. إنايد تشوكو غطاس ديال. نعم. يلي يمكن نخدم والو يانا تصنطو مقران. سعد دريا. سعد دريا ساكن يرقاز الله يبارك. الله يبارك. سوارو براويم. نعم. يقريب باللي تشوكو بجم. فريضة يفرض الجيجمون، يفرض سي المحكمة ولا مازال؟ جيجمون مازال ديكسير. مازال نعم. داش يد الحكم فنشتا. يثورن دات اللي تفضل خان وفي غدارة. فغا خان عقلي سي مولانيو. يقول كازاكين هل ترى كش من ذاك عرضيا كش من المؤمنين كش من
دي عرضين يرشمد المؤمنين يقعد يتمزقز يعني قرات شكر أسيدي هضرب إن شاء الله. هكذا ولتما فضيلة ثورات صديق الريف واضح. يعطيك الصحة. يسلمك. شكرا فضيلة من ولاية المدية. نعود إلى مالك من العاصمة. دكتور، أين كانت فكرة نعم. الحديث عن الدين؟ عن القرض. كنا نتحدث إذا الآن هو خلى هذه الوصية. نعم. فنقول أن هذه الوصية لا تصح. لماذا؟ لأنه قد تدعو إلى مفاسد. نعم. وتؤدي لمفاسد. نعم. من هذه المفاسد الضغينة والكراهية وكذا. لأنه هذا الوارث المستفيد من هذه الوصية يطبق الوصية، طبعا يأخذ نصيبه من وصيته تنفذ، لا تركة إلا بعد سداد الدين وتنفيذ الوصايا، ثم بعد ذلك يرث نصيبه من الميراث حسب الفريضة الشرعية. نعم. وبعد الورثة يقولوا علاش يعني بابنا يميز يدير علاش كتب له كذا وكذا وما علاش يدير تفرقة بيناتنا. نعم. لذلك درءا لكل نزاع محتمل جاء الحديث يقرر لا وصية للوارث. سبحان الله. شوف عن نصوص الشرع كل ما ستبقى الشيء يكون في الأمان. دكتور. نعم. سبحان الله. قوية. نعم. كل ما يبعدوا عن ليروبير عن معالم الشريعة كل ما طاق على من طاق. هنا يدخلون بعد اعتبارات أخرى كل واحد، وكاين أحيانا تتغلب الإنسان عليه أنانيته. نعم. والمصالح والمصلحة تاعو الشخصية الضيقة. ما يشوفش الأسرة كأسرة عامة. ككيان. ككيان معنوي يجب المحافظة عليه. نعم. وفي قاعدة في الشرع تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفي قاعدة تقول العبرة بالمآلات. الإنسان يشوف لي كونسيكونس. نعم. نتائج. نعم. لذلك شرع الله عز وجل يحمينا ويحفظنا ويقرر من الأحكام ما يحقق الاستقرار التام لنا ولأسرنا ولمجتمعنا. لذلك نقول لك يا سي مالك أخويا، نقول لك هذا الإبراء لا يصح. بمعنى ما هو الحل؟ المبلغ الذي اقترضته يحصل أن الابن يقترض من بابه. ميسا دير ظل فافاس دار طال ميقموت فافاس إلى قارطالني أثي دير دوكسني قارنكني ذي الميراث التركة أم نتسا أم الورثة وياض أضفظون على حساب الفريضة فشرعيث وسيقارا وكين كيف يرض لك دار طال إلى قافيد الرض. اتفقنا؟ نعم. هكذا. إذن لابد من رده ولا تأخذه يا سي مالك. وفيه مسألة مهمة بالنسبة للإبراء، مسألتين أساسيات. المسألة الأولى ما يتعلق بالأهلية. مش أي واحد يبرئ من الدين، لازم يكون أهل، لأن الإبراء تبرع، والتبرع يشترط فيه الأهلية. الأمر الثاني بعد المكالمة. ليست المكالمة دكتور. نعم. ولكن فاصل ثم نعود إليكم في برنامج والصلح خير. لكل من يريد التواصل مع برنامج والصلح خير نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية: عبر البريد الإلكتروني صلح@ontv.dz أو عبر موقع الدكتور السعيد بويزري www.buizri.net. كما يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 021 37 42 87 021 37 45 64. إذا نذكر دائما بالأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني والعادي حتى يتسنى الأمر للجميع للتواصل معنا عبر برنامج والصلح خير وبعرض كل القضايا. تفضل دكتور. أين قطعت؟ النقطة اللي حبيت نقولها مهمة. نعم. نفترض أنه مالك هذا صاحب السؤال. نعم. اقترض من أبيه مثلا 200 مليون سنتيم. نعم. يعني 2 مليون دينار. 2 مليون دينار. نعم. معناه كي نقول 200 مليون سنتيم. نعم. طيب نهار اللي مات باباه أجبناه الآن قلنا لا يصح باش رغم أنه قال له خلاص سمحت لك وتنازل ولكن لا يقول لهم الخاوتو خلاص يبادر هو يقول لهم خلاص هذا المبلغ أنا بابا يسلني مع انتهى 200 مليون هذه اللي راهي في ذمتي تدخل في الميراث. نعم. لأنه من مكونات التركة ما يسمى بالحقوق المالية المحضة باللغة الفقهية. نعم. الحقوق المالية المحضة اللي هي الديون. نعم. ديون الميت المورث لدى الغير
والابن هنا رغم أنه ابن ما يقولش أنا وليده كيفاش تحسبوا، لا أنت راك تعتبر مدين في هذه الحالة. هنا نعطيه بعض الإرشادات المهمة. يقدر هذا مالك يقول لهم شوفوا قسموا كاع التركة اللي كاينة، أنا ديروا في بالكم اللي عندي 200 مليون، ممكن هو خلى مثلا ملايير، نعم، إذا كان يصح له 600 مليون المالك ما يعطولوش 600 مليون، يعطوه فقط 400 مليون حقه. نعم. نعم، يعني علاه؟ لأنه 200 مليون راهي موجودة عنده، يزيدوا له فقط 400 مليون. واضح المسألة؟ نعم. نجاة هكذا واضحة؟ نعم. طيب، وكان أمر آخر، إلا ما كان هذا الأب ما عندوش دراهم، ما عندوش أموال، عنده عقارات، عنده كذا، لكن ما عندوش أموال، إما يعمل عن طريق التخارج إذا كان أمكن، وهذا ممكن، صورة من صور التخارج يمكن تطبيقها. وكاين طريقة أخرى يقول لهم اعذروني أعطوني الأجل، لأن الخلفاء هذوك الورثة عندهم حق في المطالبة بهذا الدين، يقولون أعطوني الأجل. نرجع إلى قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 280 فيه مبدأ عام: وإن كان ذو عسرة. ما معنى العسرة؟ معنى ضيق الحال. نعم. هذاك ذكرنا قبل حين الشيخ البشير الإبراهيمي في مقدمة اللقاء، قال ولدي قرض لمدة 6 شهور، جاء الأجل يقول ما نقدرش، يقول زيد لي سمانة، زيد لي 10 أيام، زيد لي شهر شهرين. رب يقول وإن كان ذو عسرة، أي المدين المقترض، فناظرة إلى ميسورة بضم السين، وكاين في قراءة أخرى فناظرة إلى ميسرة. نعم. فميسرة. ولكن رب سبحانه عز وجل قال وأن تصدقوا خير لكم. خير لكم. العظيم. هنا الإبراء، هذه مسألة مهمة. من جاء هذا الإبراء؟ جاء الإبراء من هذه الآية: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كان الأب ما سمحنالوش أن يبرئ، لماذا؟ كان مريض وراح وأجبنا، ولكن الورثة هنا يقدروا يطبقوا هذه الآية، يقولوا يا أخونا حنا درك نسمحوا لك، حنا نسمحوا لك. مفهوم؟ معناه الإبراء هنا جاء من أين؟ جاء من الورثة. من الورثة. إذن وكأنني الآن فوت رسالة مهمة، وهي تأجيل الدين. تسديد الدين لمن كان في عسرة، يعني كان في ضيق الحال. ما نضيقوش عليه كما بعض الناس، وهذا من أسباب النزاع، يقول دبر راسك وروح تسرق البنكة، أنا أعطيت الأجل اليوم، وطبعا كان اللي يهدد بالموت، وهناك من يعتدي بكل عنف على المدين. نعم. وكم من قضية وقعت بسبب المال. لذلك فعلا لازم لقاء آخر لبيان بعض المسائل، حتى الناحية القولية فيها بيان مهم جدا جدا، لأنه فقط إرشاد أحدهم اتصل بي وأنا في الطريق، معليش إذا كان نفوت بسرعة. نعم دكتور تفضل. هذا قال خلاص عندي ريكونسيدات، يعني عندي واسمه الاعتراف بالدين على المستوى الموثق. نعم. وجاء الأجل وما حبش يخلص. سبحان الله. ماذا يصنع؟ فطبعا أجبته باختصار، أن أعود قلت الآن طبعا توصل القضية للمحكمة. نعم، ولأنه هذا السنة التنفيذي وموهور بالصيغة التنفيذية وكذا، فحبيت نقول أنه لا يمكن التنفيذ الجبري. هو سأل عن التنفيذ الجبري. نعم. التنفيذ الجبري يعني بقوة القضاء. نقول التنفيذ الجبري حسب القانون في المادة 612 من قانون الإجراءات المدنية، لا بد أن يكون التنفيذ الجبري مسبوقا بالتبليغ الرسمي بعد 15 يوم. مع القانون رحيم في هذه المسألة. نعم. يعطي أجل 15 يوم 15 يوم باش يروح يدبر الأموال. معنى لا يمكن التنفيذ الجبري إلا إذا كان مسبوقا بالتبليغ الرسمي بعد 15 يوم يمكن التنفيذ الجبري. وإذا امتنع مع ذلك يمكن الاستعانة بالقوة العمومية، طبعا بالتنسيق وبالاتصال بالنيابة العامة، طبعا في تفاصيل القانون سنذكرها في الوقت المناسب. إن شاء الله. دكتور إذا من المراسلات نعود إلى سؤال اللي طرحته السيدة حسينة من البويرة، اللي بدات بتشيغ رمضان، كلات رمضان كي كانت صغيره وحطت على تفضل دكتور. يا قلت ما حسينا كي تشيغ رمضان مادام ثلي استاذيست معناه ثاذيست ذلع ذر يسمحها من الشرع باش تشيغ رمضان وتقضوض وتغرمض من الميت الزمرض، يعني خاطر ثمطوث مثل استاذيست الساعه الحق باش تشيغ رمضان ميلا دوك سكواسني سوطوض الساعه الحق ذا غتشيغ رمضان من الميت كفا
الصوت ضمي يسنغيليس وكذا فيه مكالمة. نعم في مكالمة دكتور. سنعود إلى حسينة من البويرة. نأخذ اتصال من ولاية أم البواقي مع أم عبد الكريم. السلام عليكم أختي الكريمة. الو السلام عليكم. مرحبا بك أم عبد الكريم من البواقي. نعم أم البواقي تفضلي. الو نعم رانا أم عبد الكريم قبل ما تبداي. السلام عليكم. السلام عليكم. قبل ما تبداي نقصي التلفزيون باش نسمعوك أحسن. وي هيا داكور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. باغي نسقسي برك الشيخ. تفضلي. أنا مولا بيتي كانت عنده أرض. نعم. ومن بعد الأرض هذيك باغي يدي سلمها البلدية باش يدي سكنة. نعم. ومن بعد بعد ما سلمها ما عطاولوش السكنة. بعد ما سلمها ما عطاوش السكنة. ما عطاولوش السكنة وباقية هكاك كل عام يقول لهم هالعام كل عام هالعام. ومن بعد توفى مولا بيتي ما دا السكن. نعم. ومن بعد توفى بقى هكاك ما دينا السكن بقات العائلة ما داتش. ودركا الولادنا ولاو سما باغيين يرجعوا نمرو تاع باباهم. نعم. نعم. وسما باغي برك نفهم الحكم كيفاه. نعم. يعطي لهم الشرع باش يردوه وما يعطي لهمش هذا على واه برك. نعم. عندكم الوثائق أم عبد الكريم؟ عندكم كواغط وثائق تثبت؟ عندنا الوثائق نتاع النمرة نتاعنا وعندنا الوثائق نتاع اللي يسلم بهم البلدية. وعندنا حتى يسمى اللي ممكن ترسلها عن طريق هذا هو عندنا الوثائق كامل عندنا. السيدة أم عبد الكريم تقدري ترسلي هذه الوثائق القناة القرآن الكريم؟ نقدر تقدري ترسلي غدا إن شاء الله راح نكون أنا في القناة نرسليهم وأنا ناخذ الملف كله ونعطيه الدكتور سعيد بويزري إن شاء الله. ولكن في الوثائق هذه كتبي إلى برنامج والصلح خير باش نعرفوا واش هي الوثائق اللي تجينا. شكرا أختي. نعم سفيان. لا عن طريق الفاكس سفيان عن طريق الفاكس. شكرا أم عبد الكريم من أم البواقي. نعم دكتور حسينة من البويرة. نعم هكذا باش نرتبوا الوقت. نعم معليش إذن الأخت حسينة صافي مادام مش نساعد العذر يعني تشرب نص ولا غرميث كاس غرم ديكسن بعثني رد باللي قال لي مثلا مشطوط الشاذ الخضراء بعد تغلظض تعوض كاني وسني ذايا خاطر كمي نعطيكم الصحة يموت كما ضر الماكلة خاطر ربنا لا تبطلوا أعمالكم كميني تكمل الزمض ولكن أتصغر مضغة سني خاطر ملي قد تزوم 30 تزوم 30 ما تغلظض تشغيون تغلظض إلى قد تقضض ذايا كان. نعم. معناها تغرمي هذاك النهار اللي كليتي فيه. عمها السؤال الثاني عمها ثاني عمها طبعا الحمد لله ذكر ربي هداه راهي يصوم. نعم. ولكن في الوقت هذاك اللي كنت طيبتي له دات له كسره يعني كسره قالت يعني تغرم في رمضان وذي شغرم يعني سبحان الله قالوا كان يروح يشغرم قران نغير من سن الصباح نغير سكسون الصباح نغاشو وهكذاك ياكلوا سخون دكتور ياكلوا سخون سبحان الله العظيم وبحمده. الله يهدينا دكتور. يعني بيني وبينك ما يستاهلوش يعني بكل صراحه ويستاهل ذي شغرم يحنان وهو ينتهك حرمه رمضان ولكن مثل مزيد على كل حال 17 19 سنه السيدار والسندره يعني لم الامور واذا عمي مثل هكا قدرت وكذا ولكن اشمين يا اخي السيدار الذنوب لا ذنب عليك ما عندك حتى ذنب والسيدار الذنوب انسى الحمد لله ربي هذا ثيت يلهات ولا تسمي ذي ذس ناس ضرب ربي يسمح ان شاء الله يسمح ربي يسمحها مره ان شاء الله. ان شاء الله دكتور ناخذ اتصال هكذا دكتور ناخذ اتصال من فرنسا من وردة من فرنسا. السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام. مرحبا بك وردة. عندك قضية مشكل نزاع خلاف واش عندك تفضلي. جا لا ديرنيير فوا قال لي شيخة وردة نقصي التلفزيون باش نسمعوك أحسن. داكور. نعم طيب. يعني بدلت الشامبرة. بدلتي المكان أحسن. بدل المراح ترتاح. تفضلي وردة. جا لا سيمين باسي بدلتي قال لي بعد نجاوبك في اللي سألوا. فهمت دكتور. طرحتي طيب وردة طرحتي القضية في هلا سألوا. نو في هذا الصلح خير. والصلح خير. نعم وش هي القضية تاعك؟ حول السؤال إلى هلا سألوا. حول السؤال إلى هلا سألوا.
ابخي ما سمعتلوش جو سي با اسكو جاوب لي ولا لا. طيب باش ما نخسروش الوقت، ما تقدري توت اون كابيل افيك بويزري اون كابيل. اليوم الامازيغ يا دكتور تفضلوا راكم في فرنسا في المدينه. تفضلي اختصري برك من فضلك باسكو عندنا طيب يا اخي في الحمل هذاك نتاع الحمل هكذا فوالا انت راكي حامل وعندك ولادك والطبيب قال لك شفيت على السؤال هكذا في هالسؤال كي تجاوب استقبالي تسمعي الجواب ان شاء الله، تسمعي شفيت على السؤال وجاوبت عليه في هذا سؤال ونزيد نجاوبك الان. معليش. D'accord. On peut faire une autre question s'il te plaît. Une autre question, تفضلي. بغيت تطلب بلي كضربوا كافوار رمضان. ابخي زمرا جورني رمضان زمرا وزوما. ابري الصابرين. الصابرين نعم. زوما الصابرين ابخي اليوم بعد الساعة نغزر غرامي. واضح. On a compris وردة. يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وردة دكتور، نعود ربما إلى فضيلة من المدية اللي فهمت لا في دو سون مارياج ربما صارت. هو فضيلة المدية سبحان الله راهي عندها ولدان نعم، ومدام كبار قالت دير جازم نعم. وعندها أحفاد نعم، عندها أحفاد وزوجها سبحان الله العظيم وبحمده. طبعا نجيب حسب المعطيات دائما، نذكر السادة المشاهدين والمشاهدات بهذا الكلام وما نجيب حسب ما نسمح. نعم، نقول ما كاينش حاجة تدمر الحياة الزوجية والحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية وجميع في جميع المجالات كما الشك. مدمر الشك دمار وهم. يعني للأسف شرع ربي سبحانه عز وجل ينفرون من الشك والظن. إن بعض الظن إثم والنصوص كثيرة في هذا بين الأزواج وبين الناس الشركاء. إذا كان زوج شركاء داروا شركة، واحد منهم دائما يدير حسابه يقول وقيل سرقني وقيل. هل هذه الشركة تقوم؟ أبدا. نعم. في جميع الأعمال الأصل حسن الظن في الناس، الأصل هو هذا. رغم كثرة المشاكل والهموم وكذا ما يلزمش نفرط في القيم. نعم. لأنه القيم هي التي يجب أن تغرس وتثبت في المجتمع. إذا راحت هذه باش بقى لنا؟ ضاعت القيم، ضاعت الحياة، ضاع كل شيء. لذلك هذا من غاوت ما أشامينيا ثنض باللي ثنا رجازيم يشوك وكذا إلى آخره. من دي عرضين وريق فيلارا إن كذا مينيغ مازال السيرمي لا تفاس وياض هاث ذي مدوكاليس هاث خاطر ثيكوال بالك ذي مولا والزميرنا ذفرون ثالوث بالك ذي لي ولذام دا كوليس ذي حبيبيس هاث وينيك سعان القيمة أرغورس استخدمت الزرين بثاسارو تساري يفتحان وتسيسر إن شاء الله تفصل المؤمنين تفصل أرضيا تفصل مدوكاليس هيدي هذور ربي إن شاء الله باش وري خرفار العشيس إن شاء الله وري خرف العشيم أثيدي هذور ربي إن شاء الله هذا شو مازال مادام كبار وعندكم وكذا ماذا بقي يعني الآن إن شاء الله العش نتاعهم ما يتخربش إن شاء الله أنت دي اتصلي بهؤلاء برجال الصلح إن شاء الله بأصدقاء وربي إن شاء الله يهديه ويسخره من أجل قبول الصلح إن شاء الله. هذا واش نقوله، هذا توجيه أقوله السلام. نعم. وتوجيهات فضيلة الدكتور سعيد بويزري ممتازة وتدي الإنسان حتى يعني ينحي الشك يولي اليقين عنده أحسن من كل هذه الشكوك، ونحن دائما تراودنا الشكوك فلا بد من إنهائها حتى في برنامج والصلح خير. أمين من العاصمة تتصل بنا. السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم. مرحبا بك أختي من العاصمة. حبيت نشكر الشيخ ربي يطولوا في عمره ان شاء الله ان شاء الله وربي يكثر مثاله ان شاء الله. خلاصوني لي جينيتي باش نهضر اختي. حبيت نسقسيه السؤال يعني نعم. واللي يقدروا يعطوا لي النيميرو تاعو باسكو هو راح يتكوبا دوك يعطوك الرقم تاعو دوك يعطوك
صح اختي. سفيان بسرعة من فضلك سيد أحمد، كل من هم في العارضة التقنية اعطوها رقم فضيلة الدكتور سعيد بويزري. شكرا جزيلا، نشكر العارضة التقنية التي تساعدنا على التواصل مع المتصلين اللي يحتاجوا للرقم. الرجل المصلح دكتور عبد الكريم أم البواقي. نعم أم عبد الكريم من أم البواقي اللي قالت زوجي كانت عنده أرض وسلمها البلدية، وبلدية قالت له نعطيك سكن وما عطتهمش سكن نعم. وذلك أختي نجاة طالبنا الوثائق، لأنه في مثل الأمور هو الأصل أن هذه الأمور الرسمية الموثقة بعقود بوثائق ثبوتية رسمية لا يصح فيها التراجع. نعم. لذلك ممكن يكون خطأ من البلدية ممكن يعني ممكن نعم. هذا يعني يقع، وقد ذكر اليوم الخطأ كما راه يمكن يخطأ الإنسان، تخطأ الجهات الرسمية، تخطأ الإدارة عادي، ولكن المهم تصحيح الخطأ. لذلك إن شاء الله نطلع على الوثائق ثم نجيب يعني ونقدم يد العون. الأخت أم عبد الكريم نعاونك يا أختي إن شاء الله، كما قالت أختي نجاة، يجي الملف ونطلع على الملف ونعاونك بقدر ما نستطيع. ذكرت صاحب الفيتيار المرة اللي فات، نعم السيد محمد زبيري. نعم اللي عرضنا القضية تاعو. نعم معلش كما مدام وعدنا السادة المشاهدين. نعم اتصلت به والحمد لله ورد عليا وجزاه الله خير وكذا، فزدت سمعت له، ولكن طلبت منه طبعا كما قلنا هنا في المباشر الطرف الآخر لازم الطرف الآخر. نعم. حضور الطرف الآخر ضروري. وهنا ننبه إلى مسألة مهمة، كي يكون خصم لازم إما الذي رفع شكواه نعم هو الذي يساعدنا من أجل توفير تيسير اللقاء. ما نقولوش هو يروح له مباشرة، مادام راه في نزاع ممكن ما يقبلش معه الكلام أصلا. نعم. ولكن دير وسائط، يشوف جيرانه، يشوف واحد من العائلة نتاعو، يشوف الصديق من أصدقائه، يقول له يا فلان أرواح اجلس لمائدة الصلح. نعم. ولكن نبه لأمر آخر مهم، بعضهم كيقولوا أرواح نديروا جلسة صلح، يقول ما نشوفكش، يقول لك أرفض اللقاء بك. نعم. هناك تعسف. نعم. أليس كذلك؟ نعم. حنا نقولوا للناس كاين مرونة، كاين سوبلاس، قولوا يا أخويا ما تجلسش معايا، ريح مع الآخرين حياديين، نجلسوا معاهم. يعني في هذا الأسبوع الحمد لله 7 قضايا كاملة، 6 منهم كانوا في المحاكم وفراوا بدعوة الخير عادي الحمد لله. لأنه أحيانا الخصم ما نجمعوهمش. سيداتي هذه مهارات نتاع الصلح. نجلسوا كل واحد وحده، نخليوه يفرغ، نطلعوا على وثائق نتاعو، يقدر يجيب المحامي نتاعو، يجيب مستشار قانوني نتاعو يحضر معنا، يجيب خبير، أو نحن نحضر خبيرا أيضا. بالمناسبة نحيي الخبراء اللي تعاونوا معنا بدعوة الخير. سبحان الله. غير تذكرت بلازم في كل مرة إن شاء الله ندعو لهم ونقول جزاهم الله خيرا. خبراء ماليون وعقاريون معتمدون لدى المحاكم الجزائرية، مع ذلك يتعاونون معنا مجانا. طبعا لو طلبوا لهم الحق. نعم. ولكن يقول لك لا، حبيت دعوة الخير، كي تعيني المحكمة هو ناخذ أتعابي، وكي يكون فلاحي برك بيناتنا ناخذ دعوة الخير. دعوة الخير دكتور. دعوة الخير ودعوة الخير ثانية أيضا مليحة، الرصيد يكبر في الأخير إن شاء الله. لذلك أحيي هؤلاء الخبراء، نقول جزاكم الله خيرا. لذلك يا أخويا محمد الله يحفظك، وقد تواصلت معه قبل الحصة بقليل، كلمته واتصل بأحد الأئمة باش يعاونوا إن شاء الله. نقول أما أنت أما الإمام حاولوا، وكذلك نوجه له النداء للخصم نتاعك من خلال هذا المنبر، نقول يا أخي تفضل مرحبا بك، وأحضر معك وثائقك الثبوتية، ونحن مستعدون للقاء بك ونعطيك الفرصة كاملة لعرض وثائقك والاطلاع عليها. ثم إذا تيسر الأمر يلتقي الخصمان، وإن شاء الله تخرجوا من أزماتكما إن شاء الله في كلاهما فائز، فلا غالب ولا مغلوب. نعم. إن شاء الله. دكتور أحسن الله إليك دكتور سعيد بويزري. وردة من فرنسا، هل ترد عليها من خلال هذه اللحظة من البرنامج؟ نعم. وردة، إذن السؤال أحيل من هنا، أنت أحلته إلى هذا سأله. نعم. وأجبت عنه من هناك، يعني من مكانك. نعم. كنت جالس من هناك. نعم. قلت لي نجاوبها اليوم أحسن. نعم. وزيد جاوبها. نجاوبها اليوم. واش نقول لك يا الأخت وردة، مدام طبتي بالقبالية، هذا منيغ ميل الطب
الطباء لي سبيسياليست الطباء نند باللي كمثال الزمرتي ما قرا كمي دونجي كميني بعد الشرع عليكم فلان يزمر يضرو خسار ذي الزمرتي من ذينا كمي يضر مليح ذينا يجوز باش تيزمض قطع الارحام قطع الرحم يعني اسم استئصال الرحم باش ما تولديش اطلاقا يعني باش تسال وضع غير زداف ما الا ولاش الطباء غير يفكن يعني الشهاده يقول يجوز لا وريجوز لا ذا يمديني ان شاء الله زعما توادر غرس ان شاء الله الحصات الذي الانترنت تجفض ان شاء الله بالتفصيل في الجواب بالتفصيل في حصه هلا سائل. نعم دكتور أمين من العاصمة. نعم أمين أيضا طلبت الهاتف يعني الهاتف. نعم نعود إلى آخر يعني مراسلة لسيد كمال من القبة العاصمة يقول بعت سيارتي لأحد الأشخاص في السوق دفع أنتيغ يعني المبلغ فاجأني بعد أسبوع من عقد البيع بالتماس فسخ العقد لشراء مسكن وهو في حاجة إليه هكذا يقول فطلب مني إقالته واتفقت معه على ذلك والسؤال المطروح بالنسبة لبرنامج الصلح خير كيف أفعل دكتور سعيد بويزري؟ هنا نزاح يعني أنت سي كمال بعد سيارتك بعد السيارة وأعطالك ثلث الثمن طيب ولكن بعد أسبوع هذا الشخص المشتري طلب منك فسخ العقد وقع النزاح. أولا الأصل في العقود اللزوم ما معنى مادام كان عقد البيع متفاهمين على كلش المبيع باين الشيء المبيع اللي هو السيارة وثمن البيع باين شحال السومة نتاعها تفاهمتوا واستلمت ثلث المبلغ مازال الثلثان الأصل هو الاستمرار في هذا العقد الأصل لزوم هذا العقد الأصل في العقود اللزوم هذه القاعدة ولكن سبحان الله كاين الاستثناء الذي يؤكد القاعدة ليكسبسيون كي كونفيرم لا راجل يعني شغل الاستثناء لا يقدح في القاعدة ولكن يؤكد القاعدة. هنا تطرح مسألة اسمها الإقالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال نادما بيعته يعني واحد يكون ندم حتى كان ندم مباشرة دار عقد وبعدين ندم قال النبي صلى الله عليه وسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. شوف الأجر. نعم. لو كان الإنسان ما يقراش هذا الحديث يقول لك كيفاش بعت له السيارة يدبر راسه لازم يكمل أليس كذلك؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقال نادما بيعته هذا كي يكون نادم برك نادم نقول نقرص قبيلي ثقيليث نويدا ولا قيس قول النبي صلى الله عليه وسلم هي الإقالة قليث يعني وسع عليه كون مرن معاه وكذا. طيب قد يقول البائع ضيعت علي فرصة أنا رحت للسوق وعرضت سيارتي أنت شريتها لو كان ما شريتهاش يجي واحد آخر يشريها راك ضيعت لي فرص ضيعت أليس كذلك؟ نعم. لذلك قلت في المقدمة قلت الأصل في العقود اللزوم نعم. ولكن هذا الإنسان سي كمال جاته فرصة نتاع سكن لو كان ديروا في الميزان أيهما أولى بالاعتبار هل ترى المسكن أو السيارة جاب لي ربي أي واحد عاقل يقول المسكن نعم كذلك. نعم. هذا الإنسان أنا أتكلم الآن عن حسن الظن يعني دير في بالك بلي هذا الإنسان المشتري شرى ما عندك سيارة بنية باش يشريها عادي نعم. ولكن من بعد جاته فرصة نتاع السكن في نفس الوقت نعم. يجي يقول لك قيلني هذه الإقالة يعني يطالبك بفسخ العقد في النهاية نعم. برفع العقد أصلا يعني كأنه غير موجود. الآن سي كامل باش تخرجوا من هذا النزاع أنا نقول لك طبقا لهذا الحديث برنامج الصلح خير يفري المشاكل نعم. هذا هو المقصد نتاعو نعم. أنا أقدر نقول لك يا أخوي العزيز شوف قل له دبر راسك أنت راك شريت وخلصني وكذا وكذا ولكن ما نقولكش هكا نبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقال الله عثرته يوم القيامة
كيما راك أنت تيسر عليه على هذا الإنسان وترجع له دراهمه باش يروح يشري سكنة ويرتاح، وانت ترجع السيارة نتاعك، دير في بالك باللي عندك أجر عند ربي يوم القيامة. أقال الله عثرته يوم القيامة. الحديث أخرجه الإمام أبو داود. لذلك طبقا لهذا الحديث نقول لك طبق هذا الحديث ورجع له دراهمه باش يشري سكنة ويرتاح، وانت ربي يريحك وربي يعطي لك المشتري اللي يشتري سيارتك وتربح فيها إن شاء الله تعالى. وهذا هو الحل لهذا النزاع إن شاء الله. سفيان، كم بقي من الوقت؟ 5 دقائق دكتور. بالنسبة للاتصال الذي تحدثت إليك من خلاله في الحلقة الماضية بعد نهاية البرنامج في صبيحة يوم الأربعاء، أم حسن من العاصمة اتصلت بقناة القرآن الكريم تقول: دكتور، غضبت من ابنتي وقطعتها منذ سنة لأسباب لا أريد التفصيل فيها، وعندما عادت المياه إلى مجاريها والحمد لله يعني ولدت العلاقات مع بنتي، زوج ابنة أم حسن قطعني لأنه هو الذي كان سبب في الخلاف بيني وبينها من أجل الذمة المالية، ولم تعطي التفاصيل. أم حسن من العاصمة. هي الآن متصالحة مع بنتها. نعم. والله سبحان الله، حتى القضية هذه عندها علاقة بالموضوع مباشرة. نعم دكتور، هذا يوم الأربعاء اللي مضى. نعم يعني صبيحة يوم الأربعاء. زوج البنت هذه معناه هو نسيب سهر. نسيب. نعم. نسيب. نعم. يعني أم حسن هي حماته. نقول له ليه؟ نقول له يا سعدك عندك حماتك يعني في أمور المال، وربما قرضاتك وربما عوناتك ربما. نعم. وأحيانا تحصل هذه المشاكل. نعم. هو يقول تصدق قلتي حماتي معناها ما تحسبنيش، هو راه يتعاون في بنتها من بعد كأنه شغل واجب عليها. نعم. باش وهي ربما تقول هذا نسيبي يعني المفروض هو اللي يعني يفيدني وينفعني طبعا أحيانا إدارة هذه العلاقات الأسرية فيها حساسية دكتور. فيها حساسية، والزوجة بين أمها وزوجها وتبقى مسكينة بين نارين. نعم. من جهة زوجها كما قالت الأخت، قالت مولابيتي هكذا تعب الجزائر مولابيتي. نعم. ومن جهة أخرى يماها. نعم. نقول لك يا أم حسن، نصيحتي لك هي الآتي: أولا استمري في العلاقة الطيبة مع بنتك، وبنتك إن شاء الله تؤدي دورا مهما هنا، تحاول أن ترقق قلب زوجها اللي هو نسيبك باش تعود المياه إلى مجاريها. كيما ربي يصلح بيناتكم بينك وبين بنتك، إن شاء الله يجي نهار ربي يصلح بينك وبين نسيبك، ولكن ليس لازم تتخذ الأسباب. نعم. السبب الأول ابنتك تؤدي دورا في هذا المجال. نعم. السبب الثاني أنت بادري اعتبري في مقام وليدك، لأنه أنت ما ترتاحيش إذا كان ما عندكش علاقة طيبة مع نسيبك، لأنه بنتك راهي عنده. فبالتالي أعتقد حتى ممكن تتنازلي عن حقك، تتنازلي عن بعض الأمور باش تكسبي حاجة أكبر. نعم. وهذه من القواعد الذهبية في دين الحنيف، أن الإنسان ينظر إلى المصالح المستقبلية الدائمة. نعم. فهي الراجحة على المصالح الآنية العارضة. ما لازمش واحد يشوف برك قدامه يقول لك غضبني زعفني هو السبب، هكذا قالت. كما يقولوا هنا يشوف قدام نيفو، يعني قدام نيفو. لا، لازم الميزان الشرعي ليس هذا. نعم. الميزان الشرعي الإنسان لازم يكون عنده بعد نظر يلهوني سوين رزدات يشوف القدام. نعم. أعتقد ترجيح المصالح هذه، مصلحة بنتك، استقرار بنتك في أسرتها، حتى ولو تطلب منك أنك تنازلي. والآن سمعت إذا جاءت في مقدمة اللقاء تحدثتنا بهذه الحكمة الذهبية: نحتاج إلى شجاعة، سواء في طلب السماح من الغير أو في قبول السماح إذا جاءنا من يطلبه. فنسأل الله أن يعيد المياه إلى مجاريها. دكتور، نشكرك جزيل الشكر على هذه التوجيهات في برنامج والصلح خير. فضيلة الدكتور سعيد بويزري دائما يحاول إصلاح ذات البين. بالنسبة لهذه الحلقة إنهاء النزاع في الديون، ما رأيك دكتور أن نقترح حلقة ثانية ربما في الأسبوع المقبل حتى يقوم فضيلة الدكتور سعيد بويزري ب يعني الحديث عن كل الأمور القانونية التي تخص هذا المجال، مجال إنهاء النزاع في الديون في برنامج والصلح خير. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أفضل وأطيب الأوقات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.